السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تحليل هذا الاستدراك الذي يحتاج أكثر من استدراكية. فبعد الضجة التي أحدثت بعد الإعلان عن نتائج مفتشي التعليم، كنا نقول أنها عادة المترشحين كلما فشلوا في أي مباراة إلا وأعلنوا المؤامرة عليهم وأن هناك غش في إعطاء النتائج، ويتهمون بذلك أن هناك رشاوي وغيرها من الأمور. فبعد الضجة التي أحدثها بعض المترشحين والمترشحات بكون نجاح إحدى الغائبات، تعيد وزارة التربية الوطنية وتعلن استدراكها أن الغائبة فعلا كانت غائبة وأن الخطأ يحدث. تعلن إدارة مركز تكوين مفتشي التعليم أن خطأ وقع في مسح أرقام الامتحان بالنسبة لمباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم مسلك التعليم الابتدائي. وعليه فإن لائحة الإعلان عن النتائج تضمنت اسم المترشحة وقالها باسمها بشرى خزرج، رقم تأجير 1267697، ورقم الامتحان 10/0006 الراسبة، عوض اسم المترشح عصام مربوح، رقم تأجير 11/80/741، رقم الامتحان 10/0014 الناجح. وجاء هذا بإمضاء مدير محمد المطاط بمركز تكوين مفتشي التعليم الرباط. وقد نشر هذا الاستدراك الذي في الصراحة يحتاج إلى استدراكية بالتشهير بالأسماء ومجموعة من الأمور. نشر هذا الاستدراك بموقع الوزارة الرسمي على الفيسبوك، وبه تطرح أكثر من علامة استفهام. إذا كنا نتحدث عن أخطاء كهذه بعدد قليل جدا، فكيف كان حال مباراة التعليم وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي التي استقبلت عشرات الآلاف من المترشحين والمترشحات؟ ويمكن أن نقول أن الخطأ وارد، ولكن ما حدث من طرف المترشحين والمترشحات خصوصا منهم الراسبين في هذه المباراة هو الذي أيقظ الوزارة من جديد وأعلنت عن هذا الاستدراك، خصوصا أن المترشحين تحدثوا عن غياب هذه المترشحة. وهنا تطرح أكثر من علامة استفهام: كيف للغائبين أن تطرح أسماؤهم أصلا في لائحة الناجحين وكأننا نتحدث عن مصوتين من القبور؟ ولأن الغريب ليس مغربيا، ما لنا إلا أن نتقبل الأمر ونمر. تحياتي لكم، وأتمنى كل التوفيق للساهرين العاكفين من أجل اجتياز مباراة ومن أجل قوت يومهم المستقبلي. وأتمنى للجميع كل التوفيق وتصبحون على وطن. ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب حتى يصلكم كل جديد.